في جو مهيب بولاية سطيف اليوم تم تشييع جثمان العريف الأول الشهيد عبد الكريم باشا إثر حرائق ولاية بجاية. شيعت جنازة الشهيد كريم باشا العريف الأول في صفوف الجيش الوطني الشعبي في وسط مهيب وأجواء تغمرها الكثير من الحزن، حيث نصبت خيمة كبيرة في حي الشهيد أين حضرت السلطات المحلية والعسكرية لتقديم واجب العزاء. وبتصريح من محبيه فإنه كان يتميز بأخلاقه النبيلة وأكثره حبا لوالدته وجيرانه ووطنه بالأخص، وافته المنية في حرائق المهولة التي اجتاحت ولاية بجاية. وتجدر الإشارة أن حرائق ولاية بجاية قد أودت بحياة عشرات جنود وإصابة 25 جريحا في صفوف أفراد الجيش الوطني الشعبي.